اليوتيوب ميدو لايف 93، لايك فولو واشتراك وسيب لي كومنت بس. وخلاص قربنا نوصل 1000 سبسكرايبر على القناة، وعندنا مجموعة من الفيديوهات الجميلة. سلام. طيب فيديو جديد النهارده. انا كنت قاعد كده كنت بفكر اطلب اكل من بره، اشتري حاجه جديده مثلا للسيت اب بتاع الكمبيوتر عندي. فلقيت ان مش معايا فلوس تمام. حتى الرساله اللي طلعت بتاعه الاشتراك ادوبي فوتوشوب مش عارف اجدده. فليه بقى؟ ليه؟ لاني ما كنتش مشترك في الكورس بتاع دكتور مكاوي عشان اعمل فلوس اونلاين. فقلت اخد جوله سريعه كده في اليوتيوب بتاع مصر واشوف ايه اخر الاخبار بتاعت الناس. فظهر لي فيديو لمجموعه من الاغنياء اللي موجودين في مصر. فبصراحه هو استفزني في المقام الاول. ليه بقى؟ عشان انا اصلا مش معايا فلوس، وبعمل يوتيوب كده عشان ابقى معايا فلوس يعني ممكن في يوم من الايام. فقلت يلا بينا نعمل رياكت على محتوى الاغنياء في مصر. دي القناه بتاعتي ميديو لايف 93. فلايك واشتراك مجاني على فكره، مش هيكلفك حاجه. يلا بينا نبدا. مبدئيا كده الواد اللي قدامكم ده بصوا هو كرنج ومستفز متصنع ابعد الحدود في كل حاجه هو بيقولها في الفيديو. هو عارف انها ما بتضحكش، وانه دايما لما بيوقف الكاميرا في التصوير ويرجع يصور بيها تاني هو بيوقفها هو بيضحك ويرجع التصوير تاني وهو بيضحك، عشان يبان قد ايه هو متصنع وفي نفس الوقت مستفز لابعد الحدود. وهو فعلا بيقدر يستفز الناس. الفكره بتاعته ان هو بيقول حركات او كلمات كرنج البنات بتقولها او هو بيقولها، ويبدا يرياكت ويضحك عليها. فحاجه قمه التخلف. فبس انتوا عارفين هزار الاغنياء في مصر بيبقى بالطريقه دي. من كلمات بارت 2 من كلمات كرنج شوية بنات بيقولوها بلس حركات بيعملوها. أول بص يا جدعان، شفتوا طريقه ضحكه؟ شفت يعني هو بيفتح الفيديو وهو بيضحك، ما تفهمش هو بيضحك على ايه بس هو بيضحك. كلمة بتضحك على ايه يا مثلا اسطى؟ انت تيجي توريها حاجة على الموبايل بتقول لك الله حبيت. والله العظيم مستفز، اقسم بالله مستفز. انا لو شفته في الشارع هجيب سكينه وابهدله. لو قابلته ماتش مصارعه هفرتكه. بص خليه يكره اليوم اللي ماسك فيه دراع. توريها حاجة على الموبايل بتقول لك الله حبيت. يا ربي هكمل الفيديو ده ازاي؟ هو في بص ايه رأيك جبت السماعة دي؟ الله عسل قوي. امال هو الناس بتقول ايه لما بيلاقوا حاجات دي؟ يعني هم بيقولوا يعني ايه هي الكلمات او التعبيرات اللي بيقولوها الناس غير الكلمات دي؟ عامة المجتمع بتاع التيك توك عامة هو عبارة عن مجموعة من المجانين، عشان بس نكون متفقين كده من الأول. نيجي بقى للحركات. والواد ده هو رئيس المجانين على فكرة. في بنات مثلا لما تديهم كومبلمنت او حاجة هتقول لها مثلا ايه، هديكوا اكزامبل عشان تفهموا. ايه ده الله حلو الاوتفيت بتاعك النهارده، ميرسي شكرا. طب ماشي يا اسطى، انت عاوزة تقعد تقول لها ايه طيب؟ بارت 11 من كلمات كرنج بلس حركات كرنج شويه البنات بيقولوها. والله اقسم بالله هو الكرنج وهو متصنع. وانا بجد مفيش حاجه هنا، مفيش يا اسطى. هخلي الفجر بتاع محمد صلاح ده يطلع يضربك والله العظيم. اول كلمه البنات مثلا لما يشوفوا مثلا حاجه سلسله بتضحك مثلا على ايه؟ رقيقه او كده فتقول لك ايه ده دي فروتي خالص. يعني انا لا بجد عشقتها. يا ربي الواد ده مستفز قوي بجد. يعني بتصور مع واحده وقلت لها كلمه حلوه اللي هي عملت لي ماشي، الحركه دي بتاعت علامه اللاف في الكوريان كلتشر، في الثقافه الكوريه دي علامه يعني لاف، الاحترام او الحب. فكون ان انت مغفل وعبيط بتسمع اسلام كابونجا فدي مشكلتك، انك مش عارف ثقافات الدول التانية. لا بجد لا. او مثلا اجي مثلا اقول لها باي باي لا تعملي اوريجاتو. يعني هو في بنت هتقول لك اولا بص كلمه اريجاتو او نطقتها غلط في المقام الاول، عشان انت بتقعد تتريق على الناس اللي بتنطق انجليزي غلط. كلمه اريجاتو او اريجاتو جوزايماس في اللغه اليابانيه معناها شكرا جزيلا، ما اسمهاش اوريجوتو ولا اسمها باي باي اوريجوتو خالص. فبنعدل عليك اهو عشان تبان ان انت قد ايه مغفل او مثلا الاقيها مثلا قاعدين في العربيه فاقول لها مثلا تسمعي اغاني ايه تقول لي انت ارمي. والله هي مش مشكلتها ان انت مش متابع الكي بوب كلتشر او ثقافه الاغاني العالميه. فكلمه ارمي بتتقال للناس اللي بتسمع البي تي اس، الباند بتاع البي تي اس، سواء انت بتحبهم او ما بتحبهمش. لكن كون انك تفهم الثقافه بتاعت الدول التانية ده شيء كويس، لكن انت ده عندك كلمتين انجليزي بتتنطط بيهم على خلق الله، فدي حاجه مش كويسه. فاقول لها يعني ايه ارمي تقول لي يعني بتحب بي تي اس او جونكوك. عشان نخلص من الواد ده بسرعه كده، هو واد متصنع مستفز بجد والله العظيم. هو عارف هو بيعمل ايه، يمكن ده السبب اللي هو خلاه يتعرف على تيك توك والفيديوهات العبيطه اللي هو بيعملها دي. بس خلينا ندخل على
بارت 2 الواد ده تقييمه 0 من 10، ولو في حاجه تحت الصفر بالسالب اديها له عادي. and eat this. المهم انا قاعد دلوقتي ما اكلتش اصلا، يعني الصبح من اول اليوم ما اكلتش غير فرنش فرايز بطاطس مقليه، بس لازم نقولها بالانجلش عشان ايجيبت وكده. فظهرت قدامي واحده اسمها هايا بتعمل فيديوهات من جلاله ماونتن فيو في راس الحكمه، تقريبا اقل فيلا او وحده سكنيه هناك عامله بتاع 100 مليون جنيه تقريبا. فانا عاوز اعرف هي بتقول ايه. Every day يا جماعة. A little spicy salmon and crab burrito من تاكو سان and eat this every day يا جماعة. A little spicy salmon and crab burrito. بوريتو بالسلمون والكابوريا، ماشي انا ترجمت لكم اللي هي قالته يعني. والمحل اللي بتاكل منه الكلام السوشي والحاجات اسمه تاكو سان. تاكو معناه اخطبوط، وسان بتتقال لو انت في اللغه اليابانيه، اني بتعلم ياباني يعني وكده، شويه شويه هتنطط عليكم قريب. سان دي بتقال زي حضرتك او من باب الاحترام. من تاكو سان وتروفل مايو والترفل مايو ده مايونيز عليه ترفل. دبت وحطيت صويا صوص. تحفة تحفة. ماشي انا والله النهارده، انا مش النهارده، انا بقالي شهر عاوز اشتري بروست، وجبه بروست كانت ب 200 بعد كده بقت 300، ولما الحرب قامت في ايران وبين امريكا وايران واللي ما يتسموا بقت ب 450 غير 50 جنيه توصيفها بقت ب 500 جنيه. فلو حد يعرف ايه محل فول وطعميه بيعمل وجبات عروض يقول لي. 2 وربع وانا بالبيجامة ان شاء الله ما نشوفش حد. انا عاوز اقول لك بس ان الناس اصلا في المناطق الشعبيه بيخرجوا من غير هدوم. بس عامة لو انتوا ما بتعملوش كده فيا جماعة انتوا you're not a dog mom صراحة. كوكي ده ابني، يعني انا حاسة ان هو اسمه فريسكي هايا هاش. تمام. بالنسبه للكلب اللي معاك كده، احنا هنا بنجري خوفا من الكلاب، هم اللي بيربونا مش احنا اللي بنربيهم. اسمه سراج. كوميونتي جروب بتاع ماونتن فيو راس الحكمة باعتين يا جماعة صورة ولد صغير كيوت موت اسمه سراج، عنده 12 سنة، بيبيع فريش جوسز على البحر. هو اصلا بيعملها في بيته في ماونتن فيو، بعد كده بيبيعها على البحر. وانا اصلا تخيل كده تكون رايح الساحل الشمالي او راس الحكمه او اي حته من الحتت الغاليه دي، وتلاقي في طفل ممكن يكون باباه عنده بتاع 100 مليون 200 مليون عامل مشروع صغير ان هو بيبيع فيه مجموعه من الفريش، عصائر الفريش او الفريش جوسز زي ما هي قالت. مش عارف ايه المدى الانبهار. يعني اظن لو رحت جمصة او اسكندريه هتلاقي كل انواع الاطفال المشرده والشباب الكبير سواء المشرد او اللي شغال بيبيع الحاجات دي هناك في الشواطئ العامه بتاعت المصريين. فمش شرط انها تكون موجوده في ماونتن فيو عشان تقولي لهم سبورت الطفل ده. قبل كده شفته على البحر واشتريت منه عشان اسبورتهم، وقررت ان انا استغل ماي بلاتفورم. انا عايزاكم يا جماعه تمنشن ماونتن فيو، عايزين نحاول نمنشن على قد ما نقدر، وعايزه ماونتن فيو تشوف الفيديو ده وبليز سبورت سراج عشان هو بجد هي الناس دي بتتكلم كده ليه؟ وبجد والله العظيم اللكنه بتاعت الناس دي مصطنعه، هم دايما بيحاولوا يبانوا ان هم مصطنعين على قد ما يقدروا عشان يوصلوا لك ان هم قد ايه كلاسي، لكن في الحقيقه هم مصطنعين لدرجه مش طبيعيه. كمان كلهم بيبقوا نفس لون البشره ونفس لون الشعر، مش عارف ازاي. مرقص. بص هو مبدئيا انا بحب مرقص كوزين، يعني خالد مرقص انسان لطيف جدا ومحترم وبيقدم اكل ايجن. انا بحب الاكل الايجن عامه، وبتابعه الموك بانج على يوتيوب، فانا فاميليار او متعود على الحاجات اللي هو بيقدمها. مشكلته ان هو الحاجه اللي بيقدمها 99% من المصريين غير قادرين على شرائها. يعني النودلز الكوريه ب 100 جنيه او 200 جنيه، الترافل ده والحاجات دي والكافيار بتاخد لها في 2000 3000 جنيه. فانت بتتكلم في حاجه ما فيش حد من المصريين يقدر عارفين يشتري. دلوقتي هي شريدد تروفلز هنجربها في ايدينا بقى. انت عارفه ان دي اكتر حاجه، اكتر انتروسيف ثوت كانت جوايا. ماشي، اكذب ولا اقول الصراحه؟ قول الصراحة. كافيار. هو هنا بيسالوا ايه الحاجه اللي موجوده عندك في الثلاجه عمر الثلاجه ما بتخلى منها، فقال له كافيار. حبيبي انت لو فتحت الثلاجه عندنا مش هتلاقي غير ازازه الميه وشويه عيش بايت وجبنه علبه ب 12 جنيه. ده دايما موجود ده. طبعا توقعت. هقول لك ليه، زي الجبنة الرومي يعني. هقول لك ليه، بس اقول لك على حاجه. لا يعني ساعات كتير قوي ممكن استنى على الكافيار واجيب ترافل. عارفين يا جماعه اللي هو استغنيت عن الدولار فجبت يورو. هفهمك والله هفهمك. حاجه نادره فشخ وبيقولوا ان هي مهدده ان هي تنقرض. تنقرض يا اسطى، تنقرض، احنا مالنا بجد والله العظيم ما تنقرض. يا ربي انا كمان اعملوا لايك واشتراك مجاني، عاوز القناه تكبر عشان اقدر من اليوتيوب واقدر اشتري وجبه بروست وشاورما والاكل ما يسببليش اي مشكله، اقدر اشتري وقت ما احب. فلايك واشتراك مجاني، واكتبوا لي ايه اكتر فقره في الفيديوهات بتاعت النهارده عجبتكم. اوكي لاف يو بويز.